السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا بكم في مطبخ أم عمورة. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. الحمد لله اللي ربي أذلنا باش نتنفسوا في يوم جديد ونحيا من موتتنا الصغرى ليوم جديد آخر نذكر فيه ربي ونعقبوه في طاعة ربي، نسبحوه ونهلوه ونكبروه ون... ونديروا الشي طبعا اللي أذنا به ربي واللي الشي اللي أمرنا به ربي باش نعقبوا هذا النهار في مرضاة الله وتحسب لنا أجر عند ربي إن شاء الله. كما كم عارفين حياة المرأة، شو نقول لكم، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. طبعا هي المرأة والرجل كلاهما تعبين في هذه الحياة، وإنما المرأة بشكل خاص. الرجل يعني عنده ساعات معدودة يعني يعملها، أو كما نقولوا من الصباح القايلة أو من الصباح العشية ويجي مروح لدارو. أما المرأة مسكينة راهي 24 ساعة تقريبا، لو كان ما ترقدش هذوك الساعات تاع الليل ولا تريح شوية هذيك القايلة. وكاين حتى اللي ما يريحش في القايلة، كاين مرأة مسكينة تعود قال ناقصة المادة تاعها ناقصة شوية، هذيك القايلة في اللي عاود تريح فيها تعقبها قال خياطة ولا تعقبها تفتل ولا تلوح فطير ولا تخدم قاطو ولا تخدم حاجة ولا تعاون بها في روحها. يعني لو كان كما نقولوا كما قلت لكم تعود هكذا مخصوصة شوية في المادة، ملي تطلع الشمس نتغيب وهي على رجل. ولا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. عمل المرأة يعني لو كان ما نحتسبوش أمرنا لله ونعرفوا باللي أي حاجة نقضوها أو أي حاجة نديروها هي يعني بمثابة الطاعة لله وعدنا أجر كبير عند ربي سبحانه. لو كان ما نحتسبوش أمرنا لله هي حالة اكتئاب بصراحة. المرأة ملي تحل عينيها في يعني في الصباح وهي في الشغل في الشغل في الشغل نتركض. لو كان ما تزينش هذا العمل بطاعة ربي وبالاحتساب بالأمر لله يعني هو يعود اكتئاب صح وصحيح. كما قالت لي واحد متتبعة كريمة من متتبعاتي، قالت لي يا أم عمورة راني في حالة اكتئاب وكرهت حياتي وكرهت ولادتي وكرهت الحياة بصفة عامة، راني عايشة وخلاص. هكذا قالت لي الدنيا هذيك شغل عايشتها وخلاص، وحياتي قالت لي دركا راني ما بين رقاة وبين أطباء نفسيين. ساعات قالت لي نعود شوية كي اللي هكا لاباس، ساعات نعود ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. ربي حبيبتي ربي إن شاء الله يفكر بك ويقضي صوالحك إن شاء الله ويمتعك إن شاء الله بوليداتك وبصحتك وبمركي متمنية، ويمتعك إن شاء الله بالدنيا والآخرة آمين أجمعين يا رب العالمين. ربما حبيبتي ما كش محتسبة أمرك لله، ربما العمل هذا تاع الدار والمسؤولية ربما ماكش محتسبتيه لله عليها، شغل يبان لك عبء كبير. طبعا هو عبء كبير، ولكن لو كان تحتسبيه لله يجيك خفيف شوية، نوعا ما يجيك خفيف. ربما عندك مشكل ما تحلش، حاولي أنك تحليه بشتى الطرق، حاولي أنك تحليه، ما تخليش المشكل قائم، لازم يتحل. هذا إذا كان عندك مشكل قائم في حياتك هو اللي داير لك هذا الاكتئاب، هو اللي داير لك هذا المشكل، هو اللي مكرهك في دارك وفي ولادك. ربما حبيبتي عندك حاجة مش مقضية، اطلبي ربي إن شاء الله، اطلبي ربي هو اللي يقضيها لك، هو اللي ييسر لك أمورك. أن ربي سبحانه هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن هو الضار هو النافع. دائما لازم نلجأ ربي في السراء وفي الضراء. ربما عندك مس، ربما عندك سحر، ربما عندك عين، كل شيء وارد، كل شيء وارد في هذه الحياة. وعباد الشر اللي ما يخافوش ربي كاينين، يقول لك ناس بكري خاف من ربي وخاف اللي ما يخافش من ربي. حسبنا الله ونعم الوكيل. حصني روحك وحصني دويرتك وحصني وليداتك وعلميهم في الصلاة، إياك والصلاة، إياك والصلاة. يعني أنتي لازم تكوني قدوة لوليداتك. تعرفي أنا بكري
شوفي مش دي نقول لك راني أم مثالية، ولكن في قضية الصلاة ملي كانوا صغار وأنا نحث فيهم على الصلاة، ندير واحد منا وواحد منا ونبدأ نصلي وشوية هكا نصوت باش نعلمهم في الصلاة. واللهم ليك الحمد ملي كانوا وليداتي 7 سنين و8 سنين وهم يصلوا ليومنا هذا، ما عندهم حتى كيما نقولوا دين نتاع صلاة. اللهم ليك الحمد، اللهم ليك الحمد، مش كيما حنايا كيما نقولوا بدينا الصلاة روطار، يعني ربي إن شاء الله يسامحنا ويغفر لنا إن شاء الله برك. قلت لك الصلاة صلي انتيا ووليداتك وادعي ربي، وصلاة الفجر لازم، صلاة الفجر لازم، راهي فرض علينا، راه تقريبا 70-80%. إذا ما قلناش 90% من الناس غافلة على صلاة الفجر، راه هي وحدها يعني تفريج للهموم. ونوضي وليداتك وصلي وادعي وتحصني وحصني وليداتك. شوفي فيديوهات كيف راني دايرتهم، دايره التحصين تاع الوليدات. انا كيما نقولوا طابعته في الطابعه البرة، بعثت وليدي طبعهم لي ولصقته في الحيط اللي يرقدوا فيه الذراري، تسمى قيس مين وضوء. من الصباح تقبلهم آية الكرسي والأدعية تاع التحصين تاع الصباح. ربي قدرنا إن شاء الله. وإذا كما قلتي شك في روحك عندك عين ولا مس ولا سحر ولا، حبيبتي عليك بقراءة سورة البقرة. هي صح طويلة شوية ولكن تقلب لك حياتك رأسا على عقب. سبحان الله، تقلب لك حياتك 180 درجة، تعودي مش ذاك العبد نهائيا. سورة البقرة يعني على حد علمي ومانيش كما نقولوا مختصة في ذا الأمور، ومانيش ما نفقهش هذه الأمور تاع الدين ياسر، وإنما على حد علمي أن كاين حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول سورة البقرة اللي يقراها أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. البطلة هم السحرة. يعني من اللي تبدأي تقراي في سورة البقرة تكون عندك واحد البركة في عمرك، في وليداتك، في حياتك، في سعادتك، في زوجك، في بيتك، في رزقك، في جهدك، في أمورك في أمورك كما نقولوا الدنيوية كاملة. ولا يستطيعها البطلة، يعني كش سحر، كشي مس، وكشي يعني أعمال روحانية، وكشي أعمال خبيثة كامل تروح من جسدك، والشيطان ما يقربش دارك نهائيا. تولي واحد الهدوء في دارك، يولي واحد السكينة، واحد الإحساس يعني ولا أروع. كما قلت لك واظبي عليها، هي صح شوية طويلة. إذا كنت تنوضي الصباح للفجر ماذا بك هما كما نقولوا الدنيا ساكتة والدنيا هادية، تقرأي سورة البقرة يا ربي، تحكمي فيها ساعة أو ساعة وشوية. وإذا جاتك طويلة والله كما أنا وش ندير فيها، ايش ندير، كيفاش نقراها. هي فيها 5 أحزاب، في كل صلاة أقرأي حزب، يعني على مدة كما نقول نهار كامل في 5 صلوات تكملها. وإلا أقرأيها على مدة 3 أيام، مش بالضرورة أنك تقرأيها بشكل يومي، ب3 أيام. كاين حديث يقول اللي النهار اللي تقرأي فيه سورة البقرة الشيطان ما يقربش دارك 3 أيام، معناتها تنجمي تقسميها على 3 أيام. هذه واحدة. والثانية الدعاء، عليك على الدعاء مخ العبادة. يا ربي أبدل حزني فرحا، يا ربي متعني بحياتي، متعني بوليداتي، متعني بزوجي، اللهم اجعلني قرة عين زوجي، واجعل زوجي قرة عيني. هذا إذا كان عندك مشكل مع زوجك ادعي له بالهداية، ادعي له كما نقولوا بالصلاح، ادعي له بالفلاح، ادعي له ربي يرجعوا ليلك ويرجعوا لوليداتك. إذا كان يعني قضية رزق والله عليك على سورة الواقعة، هي تبسط الرزق. شدي في ربي، شدي فيه على قد ما تقدري. هذه من جهة. أما من جهة واحدة أخرى كما قلت لك اشربي مشروب السعادة. مشروب السعادة فيه حكمة كبيرة، درت لكم قبل في فيديو، أو هو مشروب القديسين. يعني روحوا أبحثوا عليه مليح واقرأوا عليه مليح، هو مشروب ولا أروع. شتي اللي يشربوا في المخدرات ويشربوا في الدروغ ويشربوا عليه يعودوا سعداء.
وإنما هذا الشيء محرم علينا ربي، وحنايا من المحال باش نديروا شيء يغضب ربي. هذه مشروب السعادة أو مشروب القديسين، هو مشروب يتباع عند العشاب، ما شاء الله حلال طيب ما فيه حتى ضرر، تشربيه تحسي بواحد السعادة، بواحد الإقبال للحياة، بواحد واش نقول لك، لا إله إلا الله محمد رسول الله. جربي يا حبيبتي، وجربي التلبينة ثاني، راهي تنحي الاكتئاب وتنحي المرض النفسي والمرض العضوي وتنحي الحزن. خذي بالأسباب، لعل ربي إن شاء الله يفك كربك وكربنا وكرب المسلمين أجمعين يا رب العالمين. هذه الكلمة لخيتي برك نهار اللي قريت الميساج تاعها، من ذاك النهار وانا كل يوم نقول ندير لها كلمة، كل يوم ندير لها كلمة. هذا وين كتب ربي. أيضا كان جو العمليات التجميل. ما نخلوش إن شاء الله حتى حاجة تعيقنا على الحياة. كاين بعض الأخوات سقساوني قالوا لي اش راكي ديري لوجهك، وعلى حتى راه هكذا مليح، وعلى خدودك راهم عندك، وعلى هكذا واش راكي ديري واش راكي. قلت لهم ان شاء الله راه يجي النهار اللي نقدم هذه الوصفة في القناة، وهاني اليوم وفيت بوعدي. هي وصفة لنفخ الخدود ونفخ الوجه بصفة عامة. هي عبارة على مغرف خميرة نتاع الخبز نتاع المطلوع اللي ناكلوها. هي طبعا مش راح تضرنا، احنا رانا ناكلو فيها الداخل، يعني كيفاش راح تضرنا. جات يعني على الماسك قرعة. قلت أنا قرعة، عرفني جات هذه القرعة. مغرف تاع قهوة خميرة، مغرف تاع قهوة حلبة وما أدراك ما الحلبة، مغرف نتاع قهوة ثاني نشا، طبعا حاجة باينة، نشا يبيض ويفتح لون البشرة، وشوية نص مغرف تاع عسل حر، وإلا ما توفر لكش العسل الحر ديري في بلاصتو الرب تاع التمر، وقيس 3 مغارف نتاع حليب، ماذا بيك عود حليب طبيعي، وإلا ما كانش الحليب اللي عندك، أو ماء الورد. تاني ماء الورد روعة. طبعا حركيهم كامل مع بعض وغطيهم، خليهم حتى 10 دقائق. من بعد تنحي اللقطة. شوفوا القوام نتاعها كيفاش يولي هذه الخلطة، يزيد يعقد ويختار. هذا الماسك قلت لك من أروع الماسكات اللي نديرها. نهار اللي ندير هذا الماسك نصغار 10 سنين، صدقوني، نهار اللي ديريه تصغاري 10 سنين، وذاك الملمس تاع البشرة ولونها يعود موحد هكذا، تعودي عطرة، يعني تعودي حمرة وردي، ويعود تعود البشرة تاعك زجاجية المنظر، تهبل. ديريها تحبي بشكل يومي، يوم بعد يوم، ما فيها حتى ضرر، وديريها وعاوديها، ديريها وعاوديها حتى تتحصلي على النتيجة المرغوب فيها. أنا واحدة ناس مانيش محبستها. تقريبا يوميا أو بعد يوم ساعات نديرها هي الصباح، والماسك تاع الزبيب نديرو العشية. الماسك تاع الزبيب اللي يسبق ودرت لكم عليه فيديو ثاني من أروع ما يكون. ديريها على وجهك. طبعا أنا درت لك أيدي، نمثل لك بأيدي لأنني ما نقدرش طبعا نبين لك وجهي. ديري هاك على ايدك حوالي 20 دقيقة، ودي جيبي شوي بلاستيك وديريه في ايدك في وجهك. طبعا كي ديري هكا البلاستيك، هذيك الخميرة تخدم في الداخل مليح، تعود دافية وتتفاعل المكونات كامل مع بعضها، تعطيك نتيجة ولا أروع. طبعا كي ديريها على وجهك هكا، افتحي قدر العينين وقدر الأنف وقدر الفم باش تتنفسي، ما تقوليش عمورة خنقتني وخدعتني في عمري. هيا شوفي بعد 20 دقيقة، شوفي كيفاش طلعت الخميرة وطلعت المكونات كامل، تفاعلت، مام أيدي شوي تحسيها بشعرة طلعت. هذا مجرد استعمال واحد، فما بالك تعودي كل يوم تديري فيها. قلت لك يعني ديريها وعلى ضمانة عمورة، وبيناتنا الأيام وبيناتنا التعاليق، ونهار اللي تديريها وتحسي بروحك جابت نتيجة مليحة، قولي لي يا عمورة، اكتبي لي في تعليق، قولي لي يا أمورة يا عمورة أمورة. يا عمورة يرحم لك الوالدين. شوفوا بلاصة الماسك اللي درته في ايدي، شوفوا كيف راه محمر شوية. المهم دوك نروح نغسلها ونجي. طبعا غسلتها ونشفتها بمناديل ورق بشوية برك على البشرة تاعك، لأنها بعد الماسك البشرة تكون شوية حساسة وتكون المسامات مفتوحة. هنا جيبي أي زيت عندك مرطب. أنا قبل قدمت لكم يعني أروع زيت مرطب على وجه الأرض، هو زيت السمغ العربي. وإلا ما لقيتيش هذا
الفيديو، حطي لي برك تعليق نخلي لك رابط الفيديو، من أسهل ما يكون. ديري شوية كما قلت لك مرطب، يعني الزيت اللي عندك ولا خدميه كما تحبي. وطبعا ديري بشكل دائري بالأخص، يعني في وجهك كامل، بس بالأخص على خدودك بشكل دائري بشكل دائري، وهكا وديري طبطبة شوية هكا، أخطي شوية خدودك يعني مش حاجة كبيرة، باش برك الدورة الدموية تمشي مليح. وإلا حوالي 10 دقائق وانت ديري في هذا الزيت وانت ديري في هذا المساج. وإلا تجيبي هذه الأداة اللي أنا شريتها من عند العشاب، هي تباع في كل بلاصة، في كوسميتيك عند العشاب، أدوات تجميل، وين تروحي تلقايها. ديري هكا، هي شغل تشفط هكا، أشفطي جي ديريها ما بين كما نقولوا الأنف والفم، وجي طالعة حتى للأذن هكذا، وكري العملية، كري 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 كري. طبعا ديري الخد هذا ومن بعد زيدي ديري الخد هذا، وبهذا الشكل يوميا يوميا يوميا، حتى تحسي ذوك الخدود تاعك تحسيهم طلعوا من أول مرة، تحسيهم طلعوا. تبقاي كل يوم كل يوم كل يوم تتحصلي على واحد النتيجة ولا أروع. وادعي لي حبيبتي. هذا هو الفيديو نتاعنا لنهار اليوم، إن شاء الله يا ربي نكونوا نفعناكم إن شاء الله في مرضاة الله، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.